السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي غنشوفوا فيه واحد القمه مرتقبه بين المغرب والجزائر كيف ما تشوف العنوان. فكيف ما كتشوفوا الاخوان في الفيديوهات كيجيو مباشره بعد نهايه اي لقاء مهم. اللقاء اللي كان دابا ديال الجزائر امام العراق وعرف الفوز ديال المنتخب الجزائري بجوج اصابات لصفر وتصدر مجموعه، فغادي نديروا ليه فيديو تفاعلي كيف ما ولفتوا. فيديو تفاعلي ما كيفوتش 4 دقائق 5 دقائق. نتمنوا انكم تكونوا كثار الاخوان في هذا المحتوى هذا باش نمشيو مزيان قدام. كيف ما شفتوا في العنوان، المنتخب المغربي يقدر يواجه منتخب الجزائري امتى؟ في نصف نهائي كاس العرب. وهذا الشرط شنو خاصو المنتخب الجزائري ينتصر على الامارات والمنتخب المغربي ينتصر على سوريا باش تحقق هذا اللقاء ولا هذه القمه المرتقبه بالديار القطيره في كاس العرب. المنتخب الجزائري اليوم تمكن من انه يفوز بجوج اهداف لصفر امام العراق وتصدر المجموعه ديالو، وهذه الصداره هي اللي خلاته انه غادي يواجه منتخب الامارات، والمنتخب العراقي غادي يواجه المنتخب ديال الاردن. كيف ما شفنا اللقاء الاخر ما بين البحرين وعمان انتهى بثلاثه الاصابه واحده لمنتخب البحرين، ولكن هذا اللقاء هذا ما كيعني حتى شيء بالنسبه للفرق المتاهله، بجوجهم تقصاو. المنتخب الجزائري اليوم صراحه فبين على واحد القوه واحد المستوى كبير بينه امام منتخب العراق. المنتخب الجزائري فهو بدا بدايه شيئا ما متعثره بالتعادل امام السودان، رغم انهم كان عندهم طرد عددي. تمكنوا في اللقاء الثاني من الفوز بخمسه اهداف لهدف واحد امام البحرين، واليوم فهم تمكنوا من انهم يفوزوا على منتخب العراق. المنتخب صراحه صعب وصعب شويه، ومنتخب العراق فهو كان متصدر مجموعه بست نقاط، المنتخب الجزائري كانت عنده 4 نقاط، ولكن جوج اهداف ديال اليوم فهي خلات المنتخب الجزائري انه يتصدر المجموعه. كنذكروا بان هذا اللقاء عرف طرد مدافع عراقي في الدقائق الاولى، الشيء اللي اربك المنتخب العراقي. كنعرفوا النقص العددي في هذه المباريات فهو ممنوع، لذلك المنتخب الجزائري تمكن من انه يتاهل لدور ربع النهائي وغادي يواجه منتخب الامارات كيف ما قلنا، وكذلك منتخب العراق غادي يواجه منتخب الاردن. الان اتضحت لنا الصوره. لقاءات الربع شكون اللي فيهم؟ المنتخب المغربي غادي يواجه سوريا، منتخب فلسطين غادي يواجه المنتخب اللي كان معنا اللي هو منتخب السعوديه، منتخب العراق غادي يواجه منتخب البحرين، منتخب الجزائر منتخب غادي يواجه منتخب الامارات. غادي نعاودوهم يوم الخميس اللقاءات ديال ربع النهائي. اللقاء الاول المنتخب المغربي امام سوريا، واللقاء الثاني هو منتخب السعوديه غادي يواجه فلسطين. يوم الجمعه اللقاء الاول غادي يكون ما بين الجزائر والامارات، واللقاء الثاني ما بين العراق والاردن. هذه قمه خليجيه عندهم حتى هما، ولكن القمه المرتقبه كيف ما قلنا الاخوان هي اللي غتكون ما بين المغرب والجزائر الى تاهلوا كلا الفريقين لنصف النهائي. كنظن انه بنسبه كبيره غادي يتاهل المنتخب المغربي امام سوريا، وبنسبه كبيره المنتخب الجزائر غادي يضمن التاهل امام الامارات. هادشي كما كنقولوا قبل او على الورق، ولكن غادي نستناو يومين الخميس والجمعه ونشوفوا شكون هو المتاهل لدور نصف النهائي. صراحه كيف ما قلنا الاخوان كاس العرب فهو كيعرف واحد المباريات حماسيه وتشويق كبير وحضور جماهيري كبير. الشيء اللي خلى انه يعطي واحد اللقاءات كبيره واهداف بغزاره قليله هي اللقاءات اللي سالت بالتعادل 0-0. كنظن بانه دور المجموعات اللي تلعبوا فيه ربما شي 16 لقاء، فجوج لقاءات كنظن هما اللي سالوه بصفر مثله. لذلك فكاس العرب فهو كيعطي واحد التشويق كبير للمشاهدين والمتابعين العرب وكذلك العالميين. الى فيديو اخر الاخوان، والى فيديو تفاعلي باش نتفاعلوا مع اي حدث رياضي واي مباراه. كيف ما تشوفوا الاخوان 4 دقائق ما طويلاتش، ما كنبغيوش نطولوا عليكم، كنعطيكم معلومه مختصره في ظرف وجيز، في ظرف قصير 4 دقائق بدات ما جابت كما تنقولوا بلغه الكره. كنضربوا لكم موعد فيديو اخر ولا ان شاء الله.